ينتظر الزمالك في نهائي الكونفدرالية، ماتش حياة أو موت، ماتش الموسم. منتظرنا جمهور هناك هيملى الاستاد 80,000. منتظرنا فريق عريق مكانه أفريقيا زينا زيه، يعني بيلعب نهائيات عادي وكده. منتظرنا استاد 5 يوليو هتلاقيه متقفل. منتظرنا فريق واخد راحة بقاله 9 أيام، بقاله 9 أيام واخد راحة. عكسنا بقى، احنا بنروح نلعب في برج العرب ونروح رايح جاي ونسافر تاني نرجع القاهرة، ونطير من القاهرة في طيارة عادية مش طيارة خاصة في وسط الناس، وطالع عنا قبل نهائي الكونفدرالية ب4 أيام. يعني فريق واخد راحة الراحة. منتظرنا جمهور كان بيحمس فريقه لسه امبارح وفيديوهات منتشرة قدام الفندق، وبيقول لك حياة أو موت الماتش ده. ده المنتصر نادي الزمالك. ازاي نلعبهم؟ ازاي نكسب المباراة دي عشان مفيش يعني مفيش اوبشن تاني اللي احنا نخسر المباراة دي. يعني بقعد افكر كده، مفيش اوبشن. احنا محتاجين الفلوس، الماتش ده مهم، محتاجين نلعب في بطولة افريقيا السنة الجاية، فمهم عشان ما حتى بطولة الدوري ما يكونش المعنويات نزلت. الكلام من ده كله. الزمالك محتاج انه يكون في كامل تركيزه. كمية الاصابات اللي عند الزمالك في بزرع احتمال ما يلعبش، شحاتة والده توفى، كمية اصابات، كل ده والقوام الاساسي اصلا يعني مش اعلى حاجة، مش احسن حاجة. يعني انتوا متخيلين اللي في الزمالك محتاج يكسب، محتاج يكسب بطولة، محتاج يفرح الجمهور. الملعب هيكون مليان رايح جاي، ماتش مش سهل، ماتش هيكون كل واحد على اعصابه قدام التلفزيون او في الملعب. محتاجين المكسب باي طريقة. الزمالك منتظره ماتش قتالية، روح، عزيمة، اللعيبة تحط راسها مكان الكورة. هو ده اللي احنا عاوزينه. عايزين ننزل نعمل ضغط هناك ونكسب كمان ونطلع بالتعادل، وبالذات ان الفريق دوت بقى عنده احصائيه كده. لعب قدام اولمبيك ديت اللي هي الفرقه المغربيه، ولعب قدام يانج افريكا على ارضه وتحت ضغط الجماهير بتاعته. الفرقه دي بتتهز وممكن تتعادل معاها، ممكن تكسبها على ارضها. يعني الفرقه ديت على ارضها من كتر ضغط الجماهير اللعيبه بتكون مهزوزه، مهزوزه، وتقدر تطلع كسبان على ارضها. والفرق بينها وبين شباب بلوزداد اللي احنا كنا بنلعبها لسه برضه فرقه جزائريه، ان الفرقه دي بتلعب على الشراسه والضغط العالي وعلى القوه البدنيه، عكس شباب بلوزداد اللي هي عندها تكتيك اكتر وبتحاول تلعب من على عمق وبتلعب من على الاجنحه. لا، الفرقه دي بتلعب بشراسه، بقتاليه، بروحها، بعزيمتها. فانت ممكن تعرف في وسط ما هم التوتر اللي عندهم والروح اللي عندهم تخطف جون، تلعب على هجمه مرتده. وبالذات ان عندهم مشاكل كمان زي ما احنا سمعنا وقرينا. مشاكل، وزي ما اتفرجنا ان هم بيعملوا ضغط عالي، وعندهم مشكله في الضغط العكسي وفي الرجوع في الكوره، وبيسيبوا مساحات كمان بين نص الملعب وخط الدفاع. وخط الدفاع ما بيقفلش كمان مع نص الملعب لما بيعملوا ضغط، فبيسيبوا مساحه لو في لاعب هنا يقدر يستلم بين الخطوط وياخد الكوره ممكن نجيب جول، ممكن نضحك عليه، ممكن نطلع كسبانين. فعندهم مشاكل واضحه قوي في الضغط العكسي. هم بيضغطوا عالي، بيسيبوا مساحات، وبالذات ان نص خط الدفاع ما بيتقدمش قدامه. فاحنا ممكن نضحك عليهم. عندهم مشكله في الباك اليمين اللي هو هيثم ده، عنده مشاكل واضحه وكل الناس بتتكلم وكلنا شفنا فيديوهات. عنده مشاكل في الارتداد، في اللي بيجي وراه ما بيعرفش يعمل تغطيه عكسيه. فممكن نضحك عليه. لازم نستغل الحته دي، يعني نستغل نص الملعب، نستغل الباك اليمين بتاعهم هيثم ده. عندهم مشكله كمان في المدافع الافريقي اللي موجود. هو لاعب قوي جدا، لاعب قوي بمعنى كلمة قوي، بس عنده مشكلة لما بيطلع من مكانه بطيء في الرجوع، عنده بطء. فاحنا نضحك بقى على الحتة دي. يعني لو طلع وحاول يطلع بره ال 18 عنده بطء في الاسترجاع، عنده بطء في الحتة اللي وراه، فنقدر نضحك عليه. هو دي مشاكلهم واضحة. والله مشاكلهم واضحه. يبقى عندهم مشكله في نص الملعب، عندهم مشكله في في الاجنحه، عندهم مشكله في الكاميرون اللي موجود، عندهم مشكله اصلا على ارضهم والضغط بتاعهم. كل دي مشاكل واضحه لازم نلعب عليها. ايه مميزاتهم بقى؟ وربنا يستر من مميزاتهم. الكوره العرضيه. يبقى لازم حسام عبد المجيد والونش ومحمد اسماعيل واي من كان اللي هيلعب يكون عارف ان هم اختار الكوره العرضيه. يبقى احنا لازم رجاله، لازم اللعيبه دي تكون مركزه، ما يضحكوش علينا، ما يحاولوش ان انت مثلا تطلع تحت ضغط ويضحك عليك. لا، انت ثابت في مكان، عارف انت هتعمل ايه.
قوتهم برضه حارس المرمى، افضل حارس موجود جزائري في الدوري. عندهم حارس خبرات، عندهم مهاجم كاميروني خطير بيلعب بدماغه حلو، بيلعب على الاجنحه، بيعرف يلعب برجله اليمين ورجله الشمال، يبقى لازم نضغط عليه ما نخليهوش يستلم. كلام واضح، احنا بنتكلم كوره، بنجيب كل حاجه، بنقول كل حاجه في الكوره، مش مستاهله. اللي احنا بنقوله نركز فيه. فزي ما بنقول عندهم مهاجم قوي اسمه كاميروني، بيعرف يلعب برجله الاتنين، بيعرف يلعب بدماغه، يبقى نركز. بيلعبوا على عرضيات عليه، يبقى نركز، يبقى بنمنعهم من العرضيات من الاول، يبقى نركز. عندهم حارس قوي، يبقى عارفين ان قدامنا حارس قوي. فاحنا نركز. ماتش حياة او موت. ماتش دي بطولة، عارفين يعني ايه ماتش البطولة؟ هو دي ماتشات البطولة، هو ده اهم ماتش للزمان. الاربعة مليون محتاجينه، مش عشان بس ان احنا نكسب بطولة، لا، ده هيفك ازماتنا، هيفك كل حاجة، هيكون اهم حاجة الماتش ده نكسبه، نضحك عليهم. ان شاء الله لو خدنا الكونفدراليه نقدر ناخد الدوري، اللعبه تكون عندها معنويات، الجماهير فرحانه، نروح نملى الاستاد في ماتش سيراميكا نقدر نكسب. فالماتش مش سهل، الماتش فرقه عندها جمهور، فرقه مش اول مره تلعب في بطولات، فرقه عندها دعم جماهيري كبير، ومن الاتحاد مش زي الاتحاد بتاعنا بيلعبنا قبل المباراه باربع ايام، وبيلعبك في برج العرب وتسافر رايح جاي. عندنا اداره عندها مشاكل ماليه وبتسفر اللعيبه في طياره خاصه، فاللعيبه عندها جهاد، عندنا اصابات، لازم نركز. بزر الله اعلم هيلعب، شحاته هيلعب ولا لا، عمر جابر هيلعب ولا لا. الكلام من ده ننساه. ماتش العمر، كله يكون مركز. ان شاء الله نكسب، نكون في كامل تركيزنا، كل الفرقه نازله بتلعب على المكسب، كل اللعيبه تكون مركزه. مشاكل اي فرقه مشاكلنا، واي فرقه بنقابلها في جنوب يعني افريقيا بيلعب على الكور العرضيه، يبقى نمنع العرضيه، نحاول ما نعملش فاولات كتير على بوز ال 18، نمنع الكلام ده. حسام عبد المجيد والونش يكون في كامل تركيزه، اللعيبه تغطي، كله يرجع، كله يدافع. مش الجناح بيلعب لوحده والباك بيلعب لا، ده يرجع ويغطي معاه، يعني الدباغ يرجع ويغطي مع اللي هيلعب ناحية اليمين، ايش محمد ابراهيم او التاني، لا يرجع. ناصر يكون مركز في النص، يعني لازم اصلا لاعب يكون في نص الملعب يستلم الكرة الطولية. ما احنا عاوزين نفك اللي هو التكتلات بتاعتهم، هم يعملوا ضغط على، بنلعب الكره الطوليه على ناصر مثلا، يستلم الكوره يلف بالكوره يقف على الكوره، عبد الله السعيد ينزل في نص الملعب يستلم الكوره. الكلام من ده كله لازم الجهاز الفني يتكلم مع اللاعب، وان شاء الله النصر ليه ان شاء الله.